السلام عليكم طلاب الصف الخامس الابتدائي، ازيكم عاملين ايه؟ بداية هنصلي على سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ونكمل مع بعض. عندي هنا بيتكلم الدرس التاني عن ايه؟ بيتكلم عن المسطحات المائية العذبة على سطح الأرض. بيتكلم يعني مفهوم العام عن المياه العذبة. أي مسطح مائي مياه هو المياه بتاعته عذبة. تمام. بيقول لي هنا في سؤال فكر: المياه العذبة ضرورية لجميع أشكال الحياة على سطح الأرض. ضرورية ولا مش ضرورية؟ ضرورية طبعا، حيث يحتاج إليها الإنسان والنبات والحيوان إلى إيه؟ إلى الماء للبقاء على قيد الحياة. بطبيعة المياه اللي احنا بنشربها أصلا لازم تكون إيه؟ لازم تكون مياه عذبة، صح ولا إيه؟ صح. طب الحيوان ينفع يشرب مياه مالحة؟ لا طبعا، بيشرب مياه عذبة. طب والنبات ينفع نشربه مياه مالحة؟ نسقيه مياه مالحة؟ لا طبعا، لابد من المياه ايه؟ المياه العذبة. وزي ما احنا عارفين ان المياه العذبة نسبتها قليلة جدا مقارنة بإيه؟ مقارنة بالمياه المالحة. احنا قلنا لو تفتكروا معايا ان المياه العذبة نسبتها 3.5% من ايه؟ من مساحة المياه ايه؟ الموجودة على سطح الأرض اللي هي 71%. تمام. والمياه المالحة نسبتها 96.5، يعني بفارق هائل جدا. تمام. ماشي. بيقول لي في رأيك أي المشكلات التي قد تؤثر اللي أنت شايفها قد تؤثر على الماء الموجود حول العالم؟ يعني أنت شايف إن إيه هي المشكلات اللي هي هتأثر على الماء العذب؟ إيه هي المشكلات؟ تمام. هنعرف دلوقتي إيه هي المشكلات مع بعض. بيقول لي هنا إيه؟ المياه العذبة. درسوا السؤال بيتكلم عن المياه العذبة. قالوا بتستخدم المياه العذبة في الشرب، صح. الإنسان والحيوان والنبات بيستخدموا المياه في الشرب، والري بنسقي بيه الزرع، والزراعة بنزرع بيه النبات، والصناعة بنستخدمه في الصناعة برضو. تمام. في صناعة المستهلكات والأشياء اللي احنا بنتغذى عليها. تمام. زي صناعة الفطائر، صناعة العيش، نستخدم المياه في جميع كل حاجة، خبز العيش. تمام. والمصانع كذلك، المصانع بتستخدم المياه ديت سواء مياه عذبة أو مالحة في تبريد المواتير بتاعتها، اللي هي الآلات اللي هي شغالة جوه المصنع. يعني هي بتستخدمها في إيه؟ في التبريد، وبتستخدمها في الصناعة كذلك. تمام. فبنستخدم المياه العذبة في صناعة المواد الغذائية اللي احنا بنتغذى عليها، وتوليد الطاقة. توليد الطاقة زي توليد الكهرباء، احنا بنستخدم المياه اللي هي مياه نهر النيل. تمام. اللي هي في السد العالي بنستخدمه فين؟ بنينا السد العالي في عشان نولد من المياه العذبة ديت ايه؟ كهرباء. فيستخدم المياه العذبة في توليد الطاقة، فاحنا كده بنستخدمها في حاجات كتيرة جدا. تمام. بيقول لي هنا ايه؟ لذا يجب علينا المحافظة عليها. وايه تاني؟ وترشيد استخدامها. يعني ايه؟ يعني عشان خاطر ان المياه دي نسبتها قليلة جدا 3.5%، فلا بد ان احنا نحافظ عليها من التلوث. تمام. وترشيد استخدامها. يعني ايه ترشيد استخدامها؟ يعني توجيه استخدامها. يعني ايه؟ يعني ان انا اوجه الناس، تمام، والبني ادمين، البشر كلهم يا جماعة الخير. تمام. نقول لهم المياه ديت لازم نستعملها بحرص. ازاي؟ يعني من خلال ترشيد استخدام المياه، من خلال تقليل زمن الاستحمام. يعني في ناس بتستحم تقعد بتاع نص ساعة مثلا في الاستحمام، واحنا عارفين ان معظم المياه اللي هي في البيت بتكون عبارة عن ايه؟ مياه عذبة، صح؟ تمام. فاحنا بنستخدم المياه العذبة في الاستحمام، فبنرشدهم ونقول لهم يا جماعة الخير ما ينفعش كده، لازم تقلل زمن الاستحمام، بدل ما هو نص ساعة لا خليه 10 دقايق بالكتير. تمام. فكده انت ايه؟ مش اهدرت مياه، حافظت على المياه. تمام. ماشي. نيجي هنا ايه بقى؟ وقفل الصنبور برضو من خلال ترشيد استخدام المياه. قفل الصنبور عند غسل الأسنان. تمام. يعني في ناس لما تيجي تغسل أسنانها زي ما احنا خدنا في الفيديو اللي فات الدرس الأولاني، ناس لما تيجي تغسل أسنانها تعمل ايه؟ بتسيب الايه؟ الصنبور مفتوح، فهو بينزل مياه عذبة. فالمياه العذبة ديت تنزل فين؟ بتنزل في المجاري بقى. بس احنا ايه؟ احنا كده بنهدرها ومش بنحافظ عليها. تمام. فلازم ان احنا نحافظ عليها. بيقول لي يعيش 10% تقريبا
منين؟ من أنواع الحيوانات المختلفة في العالم في مواطن المياه العذبة. يعني بيعيش، احنا عارفين تمام من المفهوم الأولاني في الجداول المائية، قلنا المياه بتاعته عذبة وجارية، تمام، وقلنا مياه البرك، وقلنا في مياه الجداول المائية ومياه البرك فيها كائنات حية تعيش فيها، صح؟ أو في المياه العذبة عامة، يعني في الأنهار، في تعيش فيها إيه؟ بعض أنواع الحيوانات المختلفة زي سمك السلمون، زي سمك السلور اللي هو القراميط، زي إيه تاني، زي كائنات تانية كتير، تمام؟ ماشي. فبعض العديد من الكائنات الحية دي البحرية مهدد بالانقراض. ليه؟ بسبب ايه؟ ده قال لي بسبب التلوث، دي اول حاجة، تمام، وبسبب اهدار استهلاك المياه، لان احنا لما نيجي نستخدم المياه بطريقة خاطئة زي فتح الصنبور كده وزيرة زمن الاستحمام، احنا كده بنقلل نسبة المياه العذبة في كوكب الارض، تمام. وبنقلل برضو لما انت تقلل نسبة المياه العذبة، تمام، في الانهار لما تقل عشان خاطر انت تستخدمها بطريقة خاطئة، تمام، ايه اللي هيحصل للاسماك دي؟ ما الاسماك دي عايشة في المياه العذبة، هيحصل لها ايه؟ ما هتبقى بقى ايه؟ هتقل نسبة المياه العذبة، وهتقل ايه برضو لان الاسماك ديت بتتنفس اكسجين من المياه العذبة، صح؟ فلما تقل نسبة المياه هيقل نسبة الاكسجين، فيؤدي الى ايه؟ موتها وانقراضها. ماشي. قال لي هناك اثنان من المخاوف الرئيسية. السؤال ده مهم، ممكن يجي على هيئة أكمل. يقول لي هناك اثنان من المخاوف الرئيسية المتعلقة بالماء، هما نقط ونقط. يبقى احنا عارفين هما نقص الجودة وندرة الموارد، تمام. عندي المخاوف الرئيسية هيفصلها لك وهنتكلم عن كل واحدة بالتفصيل. قال المخاوف الرئيسية المتعلقة بالماء، قال لي هما اتنين، قال لي نقص الجودة وندرة الموارد. نقص الجودة وندرة ايه؟ وندرة الموارد. تمام. انا عندي نقص الجودة هنا بيقول لي نقاء وجودة المياه العذبة من الامور الهامة. ممكن اقول على السؤال ده علل او بما تفسر. تمام، سؤال مهم جدا، بما تفسر. نقاء وجودة المياه العذبة من الامور الهامة، هنا هنجاوب من هنا هنقول ايه؟ لان سوء جودة المياه، يعني نقاء وجودة المياه العذبة، يعني المياه العذبة تكون نقية 100%. يعني لان في مياه عذبة نقية وفي مياه عذبة مش نقية، صح؟ ازاي؟ عندي المياه العذبة لما بتكون موجودة، تمام، احنا بتخضع لعملية تحلية مياه عشان نشيل التلوثات اللي هو جاي عن طريق الهواء. ما هو في الهواء ده ما فيهوش أتربة، تمام، الأتربة دي مش يعتبر ملوثات، تمام. فملوثات ديت ان المياه ما بتكونش نقية بالدرجة الكافية. طب قلة نقاء المياه ده هيؤدي الى ايه؟ قال لي سوء جودة المياه يؤدي إلى واحد فقدان حياة الآلاف من البشر. طبيعي أنت لما تيجي تشرب، تمام، المياه ملوثة، تمام، أنت بطبيعة الحال هيجيلك أمراض، هتمرض، تمام. طب لما يجيلك أمراض هتحتاج إنك تاخد علاج. طب العلاج ما جابش فوائد، ومعظم الناس، تمام، في بلدان أخرى عندهم المياه العذبة قليلة شحيحة، تمام، فالمياه الموجودة عندهم مياه بتكون ملوثة، وطبيعة الحال هم ما عندهمش مناطق لتحلية المياه، تمام، ما عندهمش مصانع، طب ما عندهمش برضو كذلك في أماكن ما عندهاش مستشفيات، تمام. فأنت، تمام، فهو هيشرب الماء، طب ما الماء ملوث فهيلوث جسمه فهيمرض، محتاج علاج، مفيش علاج، هيعمل إيه؟ هيموت. فمعنى كده ان المياه العذبة سوء الجودة هيؤدي الى ايه؟ فقدان حياة الالاف من البشر كل عام، تمام. عندي ايه تاني؟ قال لي انقراض بعض الكائنات الحية مثل الأسماك والبر مائيات. يعني عندي انقراض لما المياه تكون ملوثة زي ما انتم شايفين في الصورة الواضحة قدامكم ديت. الأسماك ده ميتة. ميتة ليه؟ لو بصيتوا على المياه هتلاقي المياه ديت روبة. يعني ايه؟ يعني ملوثة، تمام، يعني مرايمة، ده المفهوم العام. طب لما هي ملوثة ومفيش إلا الماء دي في القرية الموجودة دي، مفيش غير المياه العذبة دي، تمام، ايه اللي هيحصل؟ طب ما هو البشر دول هيشربوا منها، طب ما يحصل لهم تلوث، لما يحصل لهم تلوث هيمرضوا، لما يمرضوا هيموتوا. طب وعندنا الاسماك الموجوده في المياه الملوثه دي اللي هيحصل لها؟ ما هتموت، تمام، لان هي ايه؟ بطبيعه الحال محتاجه برضو مياه نقيه عشان تبدا تتنفس الاكسجين
بطريقة صحيحة. تمام. والبرمائيات زي الجفاضة، زي الكائنات اللي هي ايه، اللي هي تتنفس خارج الماء وداخل الماء. تمام. ماشي. عندنا هنا بقول ايه، ندرة الموارد. أصبحت المياه شحيحة أو محدودة في العديد من المناطق، زي ما قلنا في مناطق عندها المياه شحيحة، وهو ما يهدد حياة الكائنات الحية. زي ما انتوا شايفين في الصورة دي، في مناطق ما عندهاش إلا مثلا المكان ده فيه مية هي عذبة. طب هم هيشربوا منها، طب لما يشربوا منها هي لما تخلص، طب هيجيلهم مية منين؟ فهتهدد القرى أو البشر الموجودة في هذه المنطقة، والحيوانات كذلك، لأن المناطق دي برضو فيها حيوانات أكيد. عندي هنا بقول إيه، ما أهمية الماء بالنسبة لنا؟ قال لي يستخدم الماء في الشرب والري والزراعة والصناعة وتوليد الكهرباء، نفس اللي قلناه فوق. كما أن هناك 10% من أنواع الحيوانات المختلفة في العالم تعيش في المياه العذبة. نيجي هنا المياه العذبة مورد لا غنى عنه. اتكلمنا عن هنا ايه، بيقول تتركز معظم الدراسات المائية على المياه العذبة. ليه تتركز؟ لان اصلا المياه العذبة ديت الشغل الشاغل بالنسبة للبشر، لان احنا مش هنجيب مياه مالحة ونقول اتفضل اشربوا منها. تمام. لان ما ينفعش، احنا بنشرب مياه عذبة. والمياه العذبة برضو نسبتها قليلة 3.5%. فلازم يحصل فيه دراسة، وازاي ان احنا نحافظ عليها، وازاي نرشد استخدامها. تمام. لان هي شحيحة، انما لو كتيرة زي 96.5% زي المياه المالحة فمش هيكون في ترشيد ولا في أي حاجة. تمام. لتأثيرها ماشي، بيقول هنا إيه، لتأثير المياه العذبة ديت والمهمة للإنسان، كما تشهد العديد من المناطق صراعات حول المياه. يعني في ناس بتصارع نفسها عن المية دي وبتحارب عشان المية. تمام. لأن المياه قليلة جدا. قال لي في رأيك، بيسألك بيقولك لماذا تحتاج الكائنات الحية إلى الماء بصورة أكبر من الماء المالح؟ ليه الكائنات الحية اللي هم الإنسان والحيوان والنبات والكائنات البحرية ليه بتحتاج المياه العذبة بصورة أكبر؟ لأنه هو المورد الوحيد، اللي هو هيخلي الناس تكبر وتعيش وتدنها عايشة على وجه الأرض. تمام. إنما مفيش حد هيشرب ماء مالح. الماء المالح عشان أنت تكون واخد بالك منه، هات كوباية مية حط فيها معلقة ملح، تمام، وجلب المياه واشرب الماء. هو ده الماء المالح. شوف أنت هتقدر تشربها ولا إيه؟ طب أنت قدرت أنت تشربها وليكن الكوباية دي، طب هتقدر تشربها تاني؟ مش هتقدر، لأن جسمك مش هتستحملها. تمام. بيقول لي هنا إدارة المياه والحفاظ عليها. قال لي هنا إيه، تعتبر المياه العذبة مورد ثمين لا غنى عنه. علل. ده سؤال، علل يا شباب. ليه تعتبر المياه العذبة مورد ثمين لا غنى عنه؟ بيقول لي ذلك لأن جميع الكائنات تحتاج إليه للنمو. أكيد الكائنات تحتاج للنمو والبقاء على قيد الحياة عشان دنها عايشة على قيد الحياة. تمام. قال لي هنا ده مهم جدا برضه، بيجي في الأسئلة. بيقول كيف يحافظ الإنسان على المياه بطرق مختلفة. الإنسان بيحافظ على المياه إزاي؟ قال لي عن طريق بناء السدود لتخزين المياه. يعني إيه؟ يعني الجملة دي عن طريق بناء السدود لتخزين المياه. يعني أنا عندي المياه، وليكن عندي مجرى ماء زي الجداول المائية. تمام. أنا عندي المياه خايف إن هي تخلص في مكان معين. تمام. خايف ان المياه دايما جارية. تمام. انا عندي ممكن الجداول المائية ديت عن طريق درجة الحرارة وارتفاع درجة الحرارة تتبخر ولا يبقى منها شيء. طب انا عايز احافظ على المياه دي، عايز احافظ على المياه وفي نفس الوقت استعمل المياه في توليد الطاقة. اعمل ايه؟ لا، قال لي انا لازم اخزن مياه. طب انت هتخزنها ازاي؟ قال لي لازم ابني سد بحيث ان هو يخزن لي مياه كافية ليا، تمام، عشان اشرب منها، وفي نفس الوقت استخدمها استخدام تاني في توليد الطاقة عشان تفيدني. تمام. فانا الوقت لو ما بنيتش سدود مش هلاقي ميه، زي ما انتم شايفين السد اللي قدامكم ده. ده مكان لتخزين المياه، بيخزن مياه. تمام. بيخزن مياه، كمية المياه اللي هو عايزها هنا فهو بيخزنها. تمام. واللي مش عايزه بيمشيها، بيخليها ايه، تتوكل على الله تمشي هي بقى، هو مش عايزينها عشان مش ايه، عشان مش يحدث فيه فيضان على السد ده. تمام. بيقول لي رغم محاولة الحفاظ على المياه فإن العديد حول العالم لا يستطيعون الوصول للمياه العذبة بسبب جفاف. في زي ما احنا قلنا في بعض القرى وبعض الناس حول العالم
المياه مش بتوصل لهم إلا بطريقة شحيحة جدا. يمكن هما بيستنوا المياه من الأمطار، يعني الأمطار هي السبيل الوحيد لنجاتهم. يعني في ناس قرى، يعني عافانا الله وإياكم، بتصلي صلاة الاستسقاء، يعني بتدعو ربنا سبحانه وتعالى إن هو ينزل مطرة عشان خاطر الزرع بتاعهم، وعشان خاطر إن هم يشربوا. بسبب الجفاف، الجفاف ده بيجي نتيجة إيه؟ نتيجة ارتفاع درجة حرارة المياه، فتتبخر المياه، واحنا عارفين ان السحاب فبيمشي لمناطق تانية، تمام، وبمطر في مكان تاني. عندي هنا مستجمعات المياه، بيقول لي تتدفق المجاري المائية عبر المنحدرات الجبلية، زي ما انتم شايفين ده مياه، تمام، ده مورد مختلف، ده مصب، تمام، جداول مائية، وده جداول مائية، وده جداول مائية، وده جداول مائية، اسمها تيارات المياه. قال لي تتدفق المجاري المائية عبر المنحدرات الجبلية من المناطق المرتفعة إلى المناطق المنخفضة. ده منطق مرتفع أهو، مرتفع، تمام، وده منخفض نازل المنخفض. تمام. قال لي تسير هذه الجداول المائية الصغيرة في طريقها إلى أسفل المنحدرات للانضمام إلى مجاري أخرى. يعني المجاري ده طبيعة الحال بيكون هنا، وليكن هنا كده، بيكون هنا وليكن سحاب، السحاب ده بيمطر. طب لما السحاب ده يمطر ايه اللي هيحصل؟ المياه ده هتنزل عبر المنحدرات الجبلية إلى مناطق منخفضة، تمام، فهتصب في مجاري أخرى. زي ما انتم شايفين ده نهر، تمام، النهر اللي قدامي ده نهر، فالمياه اللي هتيجي هنا من الجدول المائية الصغيرة هتتجمع في النهر، وبناء عليه لأن النهر من منطقة عالية لمنطقة منخفضة، المياه هتمشي أما إلى منطقة أقل انخفاضا، صح، متجمعة في إيه؟ بحيرات إلى منطقة منخفضة، عن أقل منطقة منخفضة موجودة المياه تتجمع فيها، ده اسمه مستجمع مائي. يعني جميع المياه ديت إيجت في المنطقة دي، ممكن تكون بحيرة، ممكن تكون بحر، ممكن تكون نهر، حسب الايه، حسب الموقع بتاعها، او حسب العمق بتاعها، او حسب نوع المياه بتاعتها، تمام. قال لي تصب الجداول والمجاري المائية والانهار في نهاية المطاف الى مسطح ماء مشترك، يعني ده مسطح ماء مشترك لكل المياه الموجودة هنا، تمام، يسمى مستجمعات المياه. طب هنا بيقول لي مستجمعات المياه ايه هي؟ بيقول لي مستجمعات المياه هي منطقة تتجمع فيها المياه من مصادر مختلفة، صح، زي ما احنا قلنا المنطقة اهو تتجمع فيها المياه من مصادر مختلفة، ادي مصدر، وادي اتنين، ادي تلاتة، ادي اربعة، تمام، وتتجه في اتجاه واحد اهو، متجه في اتجاه واحد نحو منطقة مشتركة. المنطقة المشتركة اللي عندي هي البحيرة، تمام، ماشي. قال لي عندما يكون هذا المستجمع مسطحا مائيا كبيرا مثل البحيرة، ممكن يكون بحيرة على حسب، يعني العلماء بيقعدوا مع بعض، تمام، وبيشوفوا بيدرسوا المياه دي، فهم بيشوفوها لو بيحيطوها اليابس من جميع الجهات بيقولوا على انها ايه، انها بحيرة، تمام. لو مسطح مائي هائل كبير بيقولوا عنه هو ان هو بحر او محيط. بس لو لقوا ايه، لو لقوا المياه بتاعته ايه، لو لقوا المياه بتاعته عذبة، مالحة، عفوا، تمام. لو نهر مياهه عذبة، تمام، وهكذا، تمام. نيجي هنا، بيقول لي تأثير الأمطار على المسطحات المائية. يعني إيه؟ يعني الأمطار ديت بتأثر إزاي على أي مسطح مائي، بحر، نهر، محيط، أي مسطح مائي بتأثر عنه إزاي؟ قال لي بتأثر عنه من خلال حاجتين اتنين، إيه هما؟ ده بيقول لي إذا كان هطول الأمطار، يعني المطر، أكثر مما يمكن للنهر أو المجرى أن يحتويه، يعني المطرة شديدة جدا، شديدة جدا، وهنفهم من بعض من خلال الشكل المقابل. لهون الشكل المقابل عند الشكل ده، الشكل ده بيقول لي هنا في سحاب، تمام، سحب مليانة غيوم، يعني مليانة أمطار بتمطر. لما هي بتمطر ده وليكن ده نهر، منسوب النهر في الوضع الطبيعي هنا هو ده منسوب النهر في الوضع الطبيعي، تمام. هنا المطرة شديدة جدا، لما المطرة شديدة جدا أصبحت إيه؟ أصبح المياه ده اتملى، يعني النهر إيه، اتملى بدرجة إيه؟ بدرجة لا يمكن أن إيه يحتويه إيه المجرى بتاعه، يعني المياه وليكن وصلت، يعني المياه عندي وصلت لغاية هنا، تمام، تمام، وايه تاني، يعني وصل لغايه هنا وايه لا يمكن ان يحتوي، وحصل ايه، ده هيحصل ايه، يعني كبرت الماء وصل لغايه هنا. ايه اللي هيحصل لما الماء يكبر عن المستوى بتاعه؟ هيحدث فيضان، صح، قال لي فسيؤدي ذلك الى حدوث فيضان زي الصورة اللي انتم شايفينها دي،
حدوث فيضانات وسيول. تمام. ليه؟ ما هو خلاص النهر والبحر اتملى ميه، اتملى خلاص، ما عادش في مكان ان هو يحتويه. زي انت لما تجيب كوبايه ميه تمام مليانه وتيجي تصب فيها تاني زياده، ما خلاص السعه بتاعتها خلاص، هتعمل ايه؟ هتوجع. كذلك. تمام. الصورة التانية بقول إذا كان مقدار الأمطار قليلا جدا. إذا كانت يعني إيه؟ يعني لو في مطرة قليلة، يعني السحب ديت بتمطر مطرة قليلة. يعني لو جينا هنا قليلة إزاي؟ يعني يعني المطرة دي قليلة جدا مش كتيرة. إيه اللي هيحصل؟ إيه اللي هيحصل للمطرة ديت؟ بقول لي هيحدث إيه؟ هيحدث سيؤدي ذلك إلى حدوث جفاف، ينخفض مستوى المياه. طب إزاي ينخفض مستوى المياه؟ إحنا عارفين طبيعتنا إيه؟ ان المياه بتتبخر عن طريق درجة حرارة الجو. تمام. واحنا بنستخدم المياه، فايه اللي هيحصل لما يكون المياه قليلة؟ قال لي هيحدث فيه جفاف. ازاي؟ يعني عندي منسوب المياه وليكن هنا زي ما انتم شايفين. تمام. لما يكون في مطرة قليلة جدا، ما هو المنسوب هيقل، فهيقل، هيقعد يقل، فهيقل. تمام. لما هو يقعد يقل بقى بالصورة اللي انتم شايفينها دي، هيحصل فيه جفاف. تمام. في ميه قال لي فيحدث فيه جفاف، فيجف النهر. تمام. لما يجف النهر ايه اللي هيحصل بقى؟ قال لك قد يجف النهر مجرى المائي او النهر ولما يجف النهر ايه اللي هيحدث؟ الحيوانات والكائنات العايشه في الموجوده ديت هتتاثر، ممكن تكون مهدده بالانقراض. تمام. ده سؤالي ممكن يجي لي الامتحان ماذا يحدث، يقول لي ماذا يحدث عند هطول الامطار زي ما انتم شايفين، عند هطول الامطار اكثر مما يمكن النهر ايه او المجرى ان يحتويه. هنقول ايه؟ سيؤدي الى حدوث فيضانات. وكذلك السؤال ده ماذا يحدث عند ايه اذا كان مقدار الامطار قليلا. تمام. تمام. بيقول لي اذا كان، ده مهم جدا، بيقول لي اذا كان هناك توازن في منسوب المياه. يعني ايه توازن؟ يعني توازن في منسوب المياه، يعني لو كان منسوب المياه اللي احنا شفناه ده فيه توازن. يعني توازن، يعني هنفهم الوقت يعني توازن. فسيجعل ذلك المجرى المائي او النهر موردا ثابتا. يعني انا عندي المكان الموجود ده ايه اللي حصل؟ توازن، وليكن ده المستوى الطبيعي للمياه، ده المياه، ده مياه. طب لما دي مياه في مطرة شديدة جدا، مستوى المياه هتلاقي ايه؟ وصل للحد ده. يبقى لسه ما وصلش ايه؟ لسه ما وصلش عن الحد اللي هو ايه؟ ان هو يقدر ان احنا نقول هو عمل فيضان. يعني ده لسه في المجرى بتاعه، صح؟ السد اهو، السد لسه اعلى من ايه النسبة بتاعته. لما يكون في مطرة شديدة هتوصل مثلا المطرة لغاية هنا. لما المطرة توصل لغاية هنا ايه اللي هيحدث؟ خلاص مش هتكب. تمام. يبقى ايه؟ لن يحدث فيضان. تمام. يجي بقى في ايه؟ حدث فيه مثلا الامطار اجت في فصل من الفصول، يعني الامطار مطره خفيفه جدا. تمام. لما يكون في مطره شديده او خفيفه قصدي عفوا، ايه اللي هيحدث؟ قال لي هنا هنلاقي ان ايه؟ هنلاقي ان المجرى رجع لما كان عليه، رجع لنفس المستوى ده، صح؟ فهكذا. ففي ايه؟ في توازن. يعني ايه توازن؟ يعني في المطره الشديده المياه هتحصل لها ايه؟ هتعلى هنا، فلسه ايه يمكن للمجرى ان يحتوي. تمام. طب لما المطره تكون ايه قليله ايه اللي هيحدث؟ لا هيرجع تاني لنفس المستوى بتاعه، هيرجع هنا. ففي توازن، يعني ولا حدث فيضان ولا حدث جفاف، فالمياه عماله تعلى وتقل، تعلى وتقل. تمام. بدون تأثير على المياه الموجودة فين؟ في المجرى. وصلت؟ يا رب تكون وصلت. قال لي مما سبق نستنتج أن عدم توازن كمية المياه، يعني حدوث فيضان أو جفاف في المجرى المائي أو النهر يؤدي إلى حدوث إيه؟ قال لي حدوث فيضان أو جفاف. ده سؤال ممكن يجي في صيغة أكمل برضه. ماشي. عندي في الأسئلة دي تدريب بيقول إيه؟ نحله سوا مع بعض. أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات المعطاة. قال عندما يكون هناك إيه سيجعل النهر أو المجرى موردا ثابتا أهو. لما يكون في هنا إيه؟ مستجمعات مائية ولا انخفاض مستوى المياه ولا توازن؟ لا توازن طبعا. ده رقم واحد. تمام. قال لي منطقة منخفضة من الأرض تتجمع فيها المياه من مصادر مختلفة، لسه قايلين عنها دي، اسمه إيه؟ مستجمعات المياه. فين هي؟ دي 2. طب بقول هنا يعتبر نقط إحدى الطرق المختلفة التي يستخدمها الإنسان للتحكم في المياه والحفاظ عليها. إيه هي؟ دي اللي قلت لك مهمة.
ايه هي احدى الطرق اللي هنستخدمها للحفاظ على المياه وتخزين المياه؟ بناء السدود. نستخدم المياه لتغذية وحفظها، بنحافظ على المية ان هي ايه، تمشي بعيدة عن مجراها. تمام. وبكده نكون انتهينا من الدرس التاني بإذن الله. يا رب تكونوا فهمتوا. تمام. وما تنساش برضو يعني تدعمنا بلايك او اشتراك عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.